في الحلقة السابقة تعرفنا على الصراع الذي خاضه الملك عبد العزيز في انتزاع الاعتراف ببلاده من القوى العظمى. كان دائما يسمي أسلوبه في التفاوض يعني السياسي، وإصراره على التفتيش عن النفط في الوقت الذي يئست فيه الشركات العالمية. كانت الشكوك تنتاب شركة سان فرانسيسكو المقر الرئيسي لستاندرد أويل أوف كاليفورنيا. وكيف أقنع الأمريكيين بعد أن رفضت حكومة لندن طلبه، وكيف فرطت بريطانيا في امتياز النفط السعودي فيما حظيت به الولايات المتحدة ليكون أهم عقود البترول في التاريخ. أول ما جاء جنب البير كان ريحة السلفر ريحة خايسة. قالوا إيش الريحة دي؟ فقالوا له هذا ريحة البترول. قال بدأ نفط السعودية بالتدفق بكثافة، لكن في نفس الأيام دوت أصوات المدافع بكثافة أيضا. في صباح الأول من سبتمبر عام 1939 غزا هتلر بولندا. لقد بدأت الحرب العالمية الثانية، وبعد أسابيع من ذلك بدأت ألمانيا بالهجوم على الناقلات في البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي. كان على شركة البترول الأمريكية العاملة في السعودية اتخاذ قرار مصيري. يعتقد المؤرخ الأمريكي توماس ليبمان أنهم لم يكونوا مستعدين أن يخاطروا بفقدان ناقلة أو سفينة إمداد. كانت مسارات السفن مغلقة، ولم يكن سهلا على شركة البترول الحصول على الأجهزة والأنابيب والحديد وكل ما تحتاجه، لذا غادر معظم الأمريكيين السعودية. وجاءت نقطة الحسم حينما قصفت الطائرات الإيطالية المصافي النفطية في البحرين، وإن كان عن طريق الخطأ قصفت أيضا مواقع بترولية في مدينة الظهران شرقي السعودية. أدى هذا القصف إلى اتخاذ الشركة قرارا بترحيل كل موظفيها بعيدا، وتباطأت العملية برمتها بشكل هائل. ومن سوء حظ الملك أن إنتاج النفط توقف بعد بضعة أشهر من بدايته، وكذلك وقف تدفق السيولة الموعودة الضرورية لإدارة البلاد. ومما زاد الأمور صعوبة وتعقيدا أن شهدت المملكة قحطا رهيبا في شتاء عام 1939. ونظرا لشح الأمطار شهدت البلاد أسوأ كارثة تحل بها، فقد نفقت معظم الماشية في البادية وأصبح أهلها فقراء معدمين. تلقت السعودية ضربة مزدوجة، ولكن القادم كان أعظم. فالملك كان واعيا تماما لإمكانية اتساع الحرب من أوروبا إلى الصعيد العالمي، فلذلك كان أمام أصعب خيار في حياته السياسية، يعني مسألة اختيار الحياد أو الانضمام إلى طرف من الأطراف. كانت بريطانيا العظمى على علاقة جيدة مع السعودية،
وكانت هي الدولة المؤثرة في المنطقة. خشي عبد العزيز أنه بالتحالف معهم في الحرب العالمية المستعرة في الجوار قد يخسر كل ما بناه. رغم الضغوط في الشهور الأولى من عام 1939 قرر عبد العزيز أن الحياد خير سياسة، وسعى لإقامة علاقة أوثق مع ألمانيا. وأرسل الملك عبد العزيز مندوبه خالد آل هود القرقني إلى برلين لمناقشة معاهدة الصداقة مع حكومة هتلر. والأسئلة المتعلقة بالأمن، أمن الدولة، الملك عبد العزيز بطبيعته كان يركز على هذا العامل. كان يهمه أن المملكة ما تتعرض لأي اعتداء خارجي أيا كان، وأن علاقته وأنه يحافظ على هذا التوازن اللي بالفعل كان بارع فيه في علاقاته مع الدول والقوى في المنطقة. درس المؤرخ الألماني تيلمان لودكا تفاصيل علاقة عبد العزيز مع الرايخ الثالث. كان عبد العزيز يؤمن أن فريتز جروبا هو الشخصية الألمانية الرئيسية في الشرق الأوسط. أخبر جروبا برلين أن عبد العزيز يشعر بأنه مهدد من قبل البريطانيين، ويرغب في الحصول على الدعم الألماني، الدعم المعنوي من جهة، والحصول على الأسلحة والسلع الأخرى من جهة ثانية. أقنع عبد العزيز الألمان بشكل غير رسمي بأنه سوف لن يكون طرفا مع الحلفاء ضدهم في الحرب. وكان من الصعب السير على هذا الحبل الدبلوماسي المشدود بين المتحاربين والمساومة على الموقف الحيادي. لكن الملك عبد العزيز أصبح رجل دولة محنك، وكما يستذكر القنصل البريطاني ريدا بولارد في سيرته الذاتية: إن الخاصية الفذة لابن سعود هي حكمته السياسية، وقد كبرت مع كبر مسؤولياته إلى أن أصبحت على قدم المساواة مع أي ظروف يمر بها. حرص عبد العزيز على أن يكون على اطلاع يومي على الأحداث العالمية من خلال المختصين والمستشارين. هؤلاء مستشارين يجتمع بهم ملك كل يوم، وموزع العمل بينهم. أحد مختص بالإذاعة يسمع الإذاعة ويقدم تقرير للملك عبد العزيز ماذا وديع، واحد مختص بالصحف الأجنبية التي تصل المملكة أو الصحف العربية، واحد مختص برصد وجهات النظر الدولية والعربية، ويقدمون للملك عبد العزيز تقرير يوميا عن مجريات الأحداث العالمية والإقليمية التي تحدث. تقريبا كل العالم العربي كان متورطا في الحرب، وكان عبد العزيز محايدا يراقب ما يحصل. أما في الشمال العربي فقد ظهر حزب قومي عقد العزم على محاربة الانتداب البريطاني في المنطقة، ومن ضمن هؤلاء كان المفتي العام للقدس. وفي العراق ضابط في الجيش العراقي هو رشيد علي الكيلاني. وفي عام 1941 قاد الكيلاني انقلابا وسيطر على بغداد، وأعلن الحرب على البريطانيين في العراق، فيما بدأ جزء من الحرب الكونية. دعمه الألمان بسرب صغير من طائرات القوة الجوية الألمانية. راقب الملك عبد العزيز الأحداث وما يجري على الطرف الآخر من الحدود. حقيقة كان الملك عبد العزيز لا يريد جلب أي أوجاع للمنطقة، لا يريد لا الكيلاني ولا غير الكيلاني يجلب إشكاليات للعراق وللمنطقة. وبعد شهر من القتال هزم الثوار، وفر رشيد علي الكيلاني إلى المملكة العربية السعودية التي استضافته رغم احتجاج الإنجليز. رأى الملك عبد العزيز أن خطر الصراع كان قاب قوسين أو أدنى من بلاده. لو كان كتب للألمان النجاح لكان العراق مدمرا بالكامل، ولكان الألمان يهاجمون البريطانيين ويذبحون كل من يعترضهم من العراقيين. سيطر الإنجليز على العراق، لكنهم هزموا في مناطق أخرى. وفي عام 1942 تقدمت دول المحور، فأشار المستشارون على عبد العزيز أن ينضم إلى الألمان المنتصرين.
في وقتها كثيرين من المستشارين يكرهوا الإنجليز والفرنساويين لأنهم خدعوهم، فما كانوا يبغوا إن دول ينتصروا. فكان في رأي قوي إن إحنا يا إخواننا ما نبغى إن شاء الله ما يكسبوا الإنجليز، ولا غير موافق عليه بالمرة. في فبراير عام 1942 حثت الحكومة البريطانية الملك عبد العزيز على إنهاء موقفه الحيادي وإعلان الحرب على ألمانيا. كانت لحظة صعبة على المملكة. كانت القوات الألمانية في تلك الأثناء في فبراير عام 1942 على مشارف الإسكندرية، احنا نحكي عن 70 كيلومتر فقط. المعادلة تنقلب، فلو كان الملك عبد العزيز داخل في الحرب بجانب الحلفاء أصبحت تلك النهاية لا قدر الله المملكة. وأبلغ الملك عبد العزيز البريطانيين بأنه ليس من مصلحته الانضمام إلى الحرب في تلك الفترة، وفي الوقت ذاته كان يبحث عن شراكة مع قوة عظمى أخرى. نما لدى الملك عبد العزيز اهتمام بالولايات المتحدة، ورأى في روزفلت رجل الدولة المناصرة لاستقلال العرب، وبهدف التقرب إلى الرئيس روزفلت لأنه علم كيف تجري الرياح، عرف أن روزفلت ولع بجمع الطوابع، فقام الملك بترتيب مجموعة من الطوابع القديمة للجزيرة العربية وأرسلها لروزفلت كبادرة لحسن النوايا. كان عبد العزيز يعتقد ومنذ وقت بعيد بأنه سيكون لأمريكا شأن كبير في الساحة، وكان رأي الأمريكيين مماثلا بالنسبة للسعودية. في ذروة الحرب العالمية في فبراير عام 1943 أعلن الرئيس روزفلت أن السعودية حيوية لمصالح الولايات المتحدة، وأضافها إلى الدول المستحقة للدعم المادي. العلاقات الأمريكية السعودية بالتدريج تقريبا من نظام الإعارة والتأجير عام 1443 وفيما بعد بدأت تأخذ دور أهم. هذا من ناحية شركات الزيت الموجودة في المملكة، ومن ناحية أهمية العامل البترولي في السياسة الخارجية. وفي تلك السنة استقبل الملك عبد العزيز مجلة لايف الأمريكية إلى السعودية، ويظهر رئيس تحريرها ومصورها في هذه الصورة مع الملك. كان أول صحفيين غربيين يزوران العاصمة الرياض. وأبرزت المجلة أهمية العلاقات الأمريكية مع الملك عبد العزيز وحيويتها في الشراكة بين البلدين. وحول سياسته الخارجية قالت: إذا كانت علاقته بالبريطانيين قوية فالأمريكيون هم شركاؤه. في فبراير عام 1945 شارفت الحرب العالمية على النهاية، وكانت هزيمة ألمانيا وشيكا. وبعد اجتماع مع قادة الدول الحليفة في يولتا، وفي دلالة على أهمية دور الملك عبد العزيز، أبحر الرئيس روزفلت ليجتمع سرا بالملك في السويس. قليل من المستشارين المقربين للملك علم بالاجتماع بسبب خطر السفن الحربية الألمانية. كانت سرية لأنك وقتها كانت الحرب، وده رئيس أمريكي بيعبر البحار بباخرة أمريكية حربية، وبالتالي كمان في باخرة حربية أمريكية راحت لميناء جدة. وجاءت المدمرة الحربية USS ميرفي لأخذ عبد العزيز إلى مكان الاجتماع مع روزفلت، وكانت هذه لحظة حاسمة في السياسة الخارجية للملك. وكان باد ميش من بين طاقم السفينة الذي شاهد هذا الحدث التاريخي. عندما علمت بأن القادم إلى السفينة هو العاهل السعودي أحسست بفخر كبير. صعد 40 شخصا على متن سفينة لا تسع حسب ظننا لأكثر من 8 أو 10 أشخاص يصاحبون الملك. رافق الملك عبد العزيز 2 من أبنائه وعدد من مستشاريه وعشرات من مساعديه.
وجاء ب40 رأسا من الغنم والماعز لأن الملك أراد أن يطعم جميع من على ظهر السفينة. لكن السؤال الذي كان يطرح نفسه هو أين سيبيت كل هؤلاء؟ أحضروا جميع أنواع السجاد الشرقي الجميل والذي غطى السفينة بكاملها. استغرقت الرحلة إلى مكان اللقاء في البحيرات المرة يومين. كان الطاقم يتحدث إلى الأميرين اللذين كانا يحملان خناجر بمديات معكوفة وكانوا يطلبون رؤيتها. كانا يخرجان الخناجر ليراها الأفراد، وقبل أن يعيداها إلى غمدها كانا يوخزان بها نفسيهما. وكنا قد سمعنا بأن سحب الخنجر بدون استخدامه هو شيء لا تسمح به عاداتهم. في 14 من فبراير عام 1945 تم الترحيب بالملك عبد العزيز، أعظم قائد عربي والبالغ من العمر 66 عاما، على متن السفينة الحربية USS كوينسي لمقابلة الرئيس روزفلت. كنت أقف على متن جسر السفينة مورفي وكنت أنظر إلى الأسفل لأرى الاجتماع بين روزفلت والملك بن سعود، ويا له من مشهد. لا زال هذا المشهد عالقا في ذهني من بين المشاهد الأخرى التي عايشتها خلال الحرب تحت إمرة روزفلت. تعجب الجميع من التفاهم الفوري المشترك بين الرجلين. كان كلاهما يرى الطرف الآخر زعيما قوي الإرادة وحريصا على أن يتطلع إلى أبعد مما يشغل يومه. كانا يتطلعان إلى المستقبل وكيف يبنيان العالم بعد الحرب. بحثا في قضايا توسيع الامتياز النفطي والتعاون العسكري الاستراتيجي لعالم ما بعد الحرب. وافق روزفلت على طلب الملك بألا تتعرض السعودية لاحتلال عسكري، وأن تعود المنشآت المستأجرة للسعودية، وأن تؤيد واشنطن مبادرات السعودية لاستقلال الدول العربية. وسأل روزفلت عبد العزيز عن رأيه في مسألة فلسطين والتي يتزايد الجدل عليها. قال سيد الرئيس: نتفهم ما حصل لليهود من أعمال رهيبة، لكن نحن العرب لم نرتكب هذه الأعمال، وإن كان لابد لأحد أن يدفع ثمن أرضا ينبغي أن تكون هذه الأرض في مكان آخر، ومن الأفضل أن تكون في ألمانيا أو أوروبا وليس هنا. لأن الملك عبد العزيز حصل على وعد من الرئيس الأمريكي بأن لا تعمل أمريكا أي شيء يضر بالمصالح العربية في هذا الشأن. هذا من ناحية، ومن ناحية ثانية أن أمريكا لن تعمل شيء ذو شأن إلا بعد استشارة العرب. وبعد يوم استضاف تشرشل رئيس وزراء بريطانيا الملك عبد العزيز لتحديد موقفه في الحرب. دون طبيب تشرشل اللورد موران انطباعه عن الحدث في كتاب سيرته الذاتية. إن بن سعود هو ملك عندما كان الملوك ملوكا. لقد قاد جيوشا في ميادين عدة بنجاح منقطع النظير، وهو سيد العالم العربي، ولم يهاب زائره الإنجليزي حيث كان على يقين بأنه متعاطف مع الصهيونية. بعد مناقشاته مع روزفلت وتشرشل انضم عبد العزيز إلى الحلفاء وأعلن الحرب على ألمانيا واليابان. كان حياده ذكاء وانحيازه ذكاء. تبنينا موقفا معاديا لدول المحور، وشعرنا بأن مصلحة بلادنا تحتم علينا أن نكون في حالة حرب مع ألمانيا واليابان من الأول من مارس 1945 باستثناء الأماكن المقدسة، فهي لا تزال على حيادها لا تحارب. وبانضمام السعودية إلى التحالف حتى في هذه المرحلة المتأخرة حصلت على مكانة من بين المنتصرين في مؤتمر سان فرانسيسكو الذي صاغ ميثاق الأمم المتحدة. The Conference of the United Nations on International Organization is now convened. ووقعت السعودية
كأحد المؤسسين للأمم المتحدة، فضمنت موقعها الدولي. هنا أصبحنا بعد الحرب العالمية الثانية في ظل نظام جديد، القوى الفعلية المسيطرة عليه أمريكا والاتحاد السوفيتي. تتبع الملك عبد العزيز للأحداث الدولية جعلته يتصور مجرى الأمور وكيف أنها تتغير من القوى الأوروبية الكلاسيكية. بدأ الشرق الأوسط في الخروج من الحكم الاستعماري. انتهز الملك عبد العزيز الفرصة، أوفد مبعوثين للتحدث مع الدول العربية الأخرى لإيجاد وسيلة تعاون مشترك في الإطار الإقليمي الجديد، حيث دارت مشاورات مع مصر وسوريا ولبنان واليمن والعراق. أرسل الملك خطابا إلى رئيس وزراء مصر مصطفى النحاس يحثه على تحقيق الوحدة التي كان يسميها في مراسلاته بالأمة العربية. نحن نتمنى النجاح لكل من يسعى لمصلحة الأمة العربية التي وبفضل الله فخورون بانتمائنا إليها. نحن مستعدون للتضحية بكل ما نملك في سبيل هذه القضية، لأن الأمة العربية هي أمتنا والعرب شعبنا. كان الملك عبد العزيز يقول يعني الحد الأدنى أن يكون للدول العربية الصوت واحد في أمرين: في القضايا الرئيسية وفي المحافل الدولية. يعني مثل قضية فلسطين، قضية الإسلام، قضية العروبة، قضية الحقوق يعني السيادة اللي في البلد. في 22 من مارس 1945 اجتمع وزراء الخارجية العرب في العاصمة المصرية القاهرة. وقعت السعودية و5 دول عربية ميثاق التعاون داخل قصر الزعفران، وولدت الجامعة العربية. لما نوقش ميثاق الدول العربية سعى الملك عبد العزيز عن طريق ممثلين في المناقشات أنه يؤكد على صحة التوجهات العربية وأهمية توحيد الأفكار العربية. في ذلك الزمان قضية واحدة وحدت كل العرب وكانت على رأس جميع القضايا: فلسطين وقضية موطن اليهود المتنازع عليها. كان عبد العزيز قد حصل على وعد من روزفلت على أن واشنطن لن تقدم على خطوة بهذا الشأن دون استشارة العرب أولا. لكن روزفلت مات في إبريل 1945 إثر نزيف في الدماغ. تولى نائبه هاري ترومان الرئاسة، وكان له موقف مختلف تماما تجاه مشكلة فلسطين. ترومان اللي كان بطبيعته منجرف لمصلحة الصهيونية، وبالتالي أخذ ترومان منهج آخر مختلف عن منهج روزفلت. في مايو عام 1948 انسحبت بريطانيا من فلسطين وأعلن عن قيام دولة إسرائيل. قررت الجامعة العربية تشكيل جيش عربي لاسترداد فلسطين من اليهود. وفي مايو 1948 أرسل الملك عبد العزيز لواء من الجيش السعودي للحرب مع المصريين ضد الصهاينة. رفض عبد العزيز الضغوط الأمريكية والأوروبية للقبول بدولة إسرائيل، واستمر كداعم رئيسي للحركة المناهضة لقيام إسرائيل. لكنه علم بأن استمرار التعاون مع أمريكا حيوي لبلاده الحديثة العهد. كانت المملكة في حاجة إلى تطوير إمكانياتها البترولية وتنمية بلدها الفقير. وعاد نستور ساندر بعد الحرب إلى المملكة. عدت إلى السعودية بعد الحرب وتسلمت مسؤولية الحفر في مناطق غير معروفة بوجود حقول نفط فيها.
والاستكشاف الذي قمت به قبل الحرب العالمية الثانية تبين أنه كان ولا يزال أكبر حقل للنفط في العالم. تزايد حجم إنتاج النفط وجلب الأمريكيون تقنيات جديدة إلى السعودية، لكن عبد العزيز أصر على أن يشارك الأمريكيون مهاراتهم لضمان مستقبل تطوير المملكة. كان عقد امتياز النفط يشترط منذ نصف قرن على الشركة أن تدرب الشباب السعودي تعلم الانخراط في أعمال النفط، ولم يكن هذا الأمر مصدر دخل فقط، بل كان مساهمة تعليمية عظيمة للمملكة. في أواخر الأربعينيات كان عبد العزيز يناهز 70 من عمره، ولم يكل في البحث عن طرق لبناء بلاده وتطويرها. وفي خطوة مثيرة أمر ببناء خط الأنابيب عبر البلاد العربية والمعروف بالتاب لاين، وهو أعظم صرح هندسي عرف في ذلك الوقت. كنت في السعودية خلال مد خط أنابيب التاب لاين. كان مشروعا ضخما جدا. كانت عملية تفريغ شحن الأنابيب في رأس تنورة تتم بواسطة سلاسل معدنية تحمل الأنابيب من السفينة إلى الشاطئ، وبعد ذلك كانت هذه الأنابيب الثقيلة تكدس على شاحنة ضخمة وتنقل لوضعها ومدها. كان مشروع التاب لاين أكثر من صرح هندسي، فقد كان برهانا على مهارات الملك الدبلوماسية. الخطة الأساسية لخط الأنابيب كانت أن يمد إلى البحر، إلى فلسطين التي كانت تحت الانتداب البريطاني، لكن إنشاء دولة إسرائيل أجبرت الملك على تغيير خطته، وقرر مد الأنابيب من السعودية لتعبر الأردن وسوريا إلى ميناء صيدا في لبنان. وبينما كان يتم العمل في المشروع، كان سفراء الملك عبد العزيز منخرطين في مفاوضات حساسة مع تلك الحكومات، ونجحت المفاوضات. لكن بسبب انقلاب جديد في سوريا تراجع الانقلابيون ورفضوا الأنبوب السعودي، وأصبح مستقبل المشروع الذي كلف $4 مليار في مهب الريح. في ديسمبر من عام 1949 انقلب أديب الششكلي على السلطة في دمشق، وبفضل علاقاته الطيبة مع عبد العزيز اقتنع السوريون ووافقوا. أثبت خط التاب لاين أنه رابط مهم بين 4 دول عربية لعقود لاحقة. كان نموذجا لسياسته بالحفاظ على علاقات عربية جيدة. وبإكمال مشروعه السياسي التفت إلى شركات النفط. حكمة الملك عبد العزيز ونقاشه مع شركات الزيت اللي أدى طبعا إلى مشاركة الحكومة السعودية في أرباح الزيت بنسبة 50%، يعني المشاركة بالنص. كانت البداية اللي على أساسها طبعا تطورت المراحل في وقت لاحق إلى أن أصبحت أرامكو شركة سعودية 100%. ارتفعت إيرادات النفط بشكل مذهل في بداية الخمسينيات، وحصل الملك أخيرا على المال الذي كان يحتاجه لتحديث بلده. وطيلة حياته حرص عبد العزيز على أن يبتعد بعلاقاته الجيدة عن الخلافات السياسية والمغامرات العسكرية. في نوفمبر عام 1953 توفي الملك عبد العزيز إثر نوبة قلبية في مدينة الطائف عن عمر يناهز 74 عاما. وقد تردد نبأ رحيله في الصحف العالمية. غيرت مبادراته السعودية وبالتأكيد غيرت العالم العربي برمته. دبلوماسي بارع، ابن سعود استخدم قوة عظمى ضد قوة عظمى أخرى. الدور الذي لعبه ابن سعود في نهضة الشرق الأدنى أسطوري بالفعل.
كلهم كانوا مجمعين على أن الملك عبد العزيز كان يوجه بلاده في أصعب الظروف الدولية بنتيجة التوصل إلى درجة من الاستقرار يعني غير معروفة قبل في المملكة العربية السعودية. كان في حب متبادل بينه وبين شعبه، بينه وبين أرضه بدون شك، وبالتالي من هنا بنى علاقاته مع الدول الأخرى على هذا الأساس. مصلحة المملكة، مصلحة الأراضي المقدسة، مصلحة العالم الإسلامي، ومن هنا انطلقت الفلسفة السعودية بقيادة الملك عبد العزيز. وضع عبد العزيز حجر الأساسي لدولة معاصرة من خلال بعد نظره للسياسة الخارجية، وبقيت هذه الرؤية إلى اليوم، فالسعودية لا تزال لاعبا كبيرا على الساحة أبنائه على خطى